أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. إخواني المشاهدين، أنا العبد الفقير إبراهيم المالي، مالي الجنسية، موجود اليوم في جمهورية مالي بتاريخ يوم الثلاثاء 4 من شهر فبراير عام 2026. نحن في يوم الثلاثاء 4 من شهر فبراير 2026. أنا العبد الفقير إبراهيم المالي موجود في جمهورية مالي، يوافق 16 من شعبان عام 1447. الحمد لله رب العالمين. أنا العبد الفقير إبراهيم المالي موجود في بلدي جمهورية مالي. أزور مصر أحيانا، لكنني مستقر في جمهورية مالي في عاصمة مالي باماكو، فاتح مركز إسلامي وكتاب لتحفيظ القرآن الكريم وتعليم العلوم الإسلامية. هذه هي وظيفتي. لا أعرف شيئا غير التدريس وتحفيظ القرآن الكريم والقيام بنشاطات دعوية. أحيانا أيام الجمعة أخطب في المسجد، وقد أسجل حلقات تذاع في الوسط المحلي بقصد الدعوة إلى الله. لا علاقة لي بشيء غير هذا إطلاقا. لماذا أسجل هذه الحلقة؟ منذ أن ظهرت على قناة الجزيرة في برنامج أسير، بعض الناس استغلوا ذلك، بعض الناس ضعفاء النفوس استغلوا ظهوري على الجزيرة واتخذوا مني شعارا للمتاجرة بالدين واستغفال ضعفاء العقول من المسلمين. فيه مواقع كثيرة على النت تقول إن إبراهيم المالي يعالج بالقرآن، ولا إبراهيم المالي يطرد الجن، ولا إبراهيم المالي يجلب الحز، ولا إبراهيم المالي يعمل ويعمل. كل هذا الكلام باطل لا أساس له من الصحة. أنا بريء كل البراءة من كل هذا. لا أعرف شيئا اسمه العلاج بالقرآن، ولا أعرف شيئا اسمه فك السحر، ولا أعرف شيئا اسمه محاربة الجن أو طرد الجن. لا علاقة لي بهذا. الله شاهد على ما أقول. أنا موجود في بلدي جمهورية مالي في عاصمتها باماكو. لست في العالم العربي، وإنما أزور العالم العربي أحيانا، لكن أنا موجود في بلدي جمهورية مالي. لا علاقة لي بأي علاج للقرآن الكريم، ولا علاقة لي بأي فك للسحر وطرد الجن، لا علاقة لي بجلب الحز. كل هذه شعوذة ودجل وافتراء ما أنزل الله بها من سلطان. القرآن الكريم لم يأتي لذلك. القرآن الكريم هدى، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هدى. القرآن لم يأتي لهذه الأشياء. أنا بريء كل البراءة من هذه الأشياء. الناس الذين فتحوا صفحات، بعضهم فتحها في مصر، وبعضهم فتحها في ليبيا، وبعضهم فتحها في الجزائر، وبعضهم فتحها في السودان، والآن وصل الخطب إلى إفريقيا، بعضهم فتحها في السنغال. لا علاقة لي بهذا نهائيا. لا علاقة لي بهذه الأشياء. كل ما ترونه في النت مكتوب عليه إبراهيم المالي، وقد حطوا صورتي وكتبوا إعلانات يضحكون بها على الناس وعلى ضعفاء العقول. الله شاهد. لا علاقة لي بهم أبدا. لا علاقة لي بهم نهائيا. لا أعرفهم ولا يعرفونني. أنا موجود في بلدي جمهورية مالي، لا أقوم بشيء إلا تدريس القرآن الكريم، تحفيظ القرآن الكريم، وتدريس العلوم الإسلامية والدعوة إلى الله. لا علاقة لي بغير هذا. والحمد لله رب العالمين. أنا كما قال العلامة ابن حزم رحمه الله تعالى: مناي من الدنيا علوم أبثها وأنشرها في كل باد وحاضر، دعاء إلى القرآن والسنن التي تناسى رجال ذكرها في المحاضر، رباط بأطراف الصغور مجاهدا، إذا هيئة هاجت فأول نافري، وجمعتها في بيت واحد فقلت: قد جمع الرحمن لي مرادي في العلم والدعوة والجهاد، ليس لي علاقة بأي شيء غير هذا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لأولئك الذين يقومون بذلك العمل، وأن يهديهم وأن يتوب عليهم. إن كانوا لا يهتدون فأسأل الله أن يبتليهم بما يشغلهم عني.
أنا بريء كل البراءة من كل ذلك، لا علاقة لي بكل ما في النت، لا علاقة لي، ليس لي موقع على النت إلا الموقع الذي أنشر فيه الدروس. أما مواقع العلاج بالقرآن وجلب الحز وفك السحر وطرد الشيطان لا أعرف هذا ولا تعرفني. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ليبلغ الشاهد الغائب. أرجو من أحبابي الذين يعرفونني سواء معرفة رسمية من مباشرة أو غير مباشرة، كل من وصلته هذه الحلقات أسأله وأرجو منه أن ينشرها بقدر الإمكان، خاصة في العالم العربي الذي عم به البلوى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.